السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة اليوم. وصفة كروكيت البطاطا من أروع وأبن الأطباق اللي غادي تجربوها بإذن الله، خصوصا أننا مقبلين على الشهر الفضيل كتغيير في الأطباق. هنايا هذا الطبق تنجموا ديروه بصوص بلون ولا بلا صوص حمراء كما تبغوا. هنايا تبقى اختيارية، أنا نعطيكم الطريقة والباقي عندكم حبوباتي. كما العادة بسم الله ونصلوا على المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تلقاكم هذه الفيديو بخير وعلى خير أمتنين يا ربي. المقادير جد سهلة واقتصادية. نحتاج هنايا البطاطا. هنايا البطاطا أنا غليتها، ديروا حسب أفراد العائلة. أنا استعملت هذه الكمية. بعد ما غليتها في شوية ملح طحنتها ديريكت باش ما ديرليش هذوك الحبيبات، صفوها من هذاك الماء وطحنوها. وهنايا نحتاجو فيها شويه قزبر مقطع رقيق، ونحتاجو التوابل ملح، فلفل اسود، عكري حار، وشويه كمون. ما تكثروش بزاف فيها الكمون. ومن بعد هنايا والفرماج عفوا اللي غادي نحشي به. وهنايا نخلط كامل هذوك المكونات ونخلي البطاطا تاعي تريح مدة نص ساعة ولا ربع ساعة. الفرماج هنايا استعملت انا هذا، ما بغيتش ندير لكم حاجه فيها تكلفه بزاف، درت لكم حاجه اقتصاديه باش كامل ان شاء الله باذن الله تجربوها. هنايا بعد ما خلطت كامل هذوك المكونات غادي نخليها هنايا نص ساعه تريح. ومن بعد هنايا بعد ما ريحت لي جبت كامل المكونات اللي نحتاجهم باش نخدم بهم الكروكيت. هنايا جبت الفرماج، وهنايا جبت الفارينة والبيض، واستعملت ثاني الشابلير كطبقة أخيرة. هنايا نجيبو كمية تاع البطاطا، من بعد نديرو الفرماج في الوسط. حاولوا هنايا تبلعوا عليها كامل هذيك الحبة باش الفرماج ما يخرج لكمش من بعد في الطياب ويخسر لكم الشكل تاعها. وهنايا رمتهم كامل. شوفوا الخطوات اللي درت لكم كل شيء بالتفصيل. هنايا رمتهم. هنايا الفارينة ما تخلوش هذيك الطبقة الزايدة. ومن بعد رمدوهم في البيض وفي الشابلير. بعد ما تحصلت على الحبات اللي كملتهم، شوفوا هنايا درت طبقة مليحة تاع شابلير. من بعد طريقة الطهي تاعها سهلة. هنايا جبت مقله درت فيها كميه تاع الزيت، ما تكثروش بزاف الزيت، راكم تشوفوا شحال درت انايا. هنايا نديروهم يتحمروا. هنايا كتولوا طيبوا فيهم حاولوا كامل مره تقلبوهم على الجهه الزوجه باش كامل يتحمروا لكم، ما طيبش جهه وتبقى جهه ماشي طيبه. وهنايا في طبق التقديم شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله، خرجوا يشهوا، خصوصا هذاك الفرماج يعطيهم بزاف بالنشابه داخل. جربوها حبوباتي ورجعوا لي في لي كومونتير. هنايا قسمت لكم حبه تشوفوها كيفاش خرجت، شوفوا الصوره راهي تعبر. هنايا ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش بالدعم والبارطاج، ابوني فضلا وليس امرا حبوباتي، في وصفة أخرى بإذن الله. بسلامة.